السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم كبد وقوانص بدبس الرمان. حاجة تحفة اللي احنا بناكلها في المطاعم بالشيء الفلاني، وبنروح نقعد في مطعم يحط لنا المكرونة بالصوص المشوي والكبد والقوانص بدبس الرمان. انا النهارده هعمل الكبد والقوانص بدبس الرمان، وهعمل مكرونه سباكيتي بالصلصه، بس بالصلصه المشويه. ازاي؟ الحاجات اللي فيها الفلافل، الفلفل اللي فيها مشوي زي ما انتوا شايفين كده. انا شويتهم تحت الشوايه، بقت طريه جدا. وشويه كمان البصل، دول هيضربوا في الكبة مع الطماطم، وهيتشوحوا على النار بشوية زيت، وبعد كده بحط الصلصة عليها. دلوقتي احنا هنا علشان خاطر لازم قبل ما نحط الكبد والقوانص لازم نكون غاسلينها كويس جدا عشان خاطر الزفارة، ونحط عليها ملح وخل ونقعها لمدة نص ساعة، وبعد كده نشطفها تاني ونحط عليها شوية ملح ومية ونسيبها ربع ساعة كمان، ونصفيها ونحطها في المصفى، ونحط عليها معلقة كبيرة توم مفروم، ونسيبها كل بقى اي زفارة اي حاجة بتنزل مع الثوم. بنحط معلقة توم مفروم وبندعك بيها الكبد والقوانص ونسيبها في صفايه. دلوقتي انا حطيت دلوقتي معلقة كبيرة توم مفروم وزيت، ولازم الزيت زي ما انتوا سامعين كده لازم يبقى سخن جامد علشان خاطر احط فيه الكبد والقوانص. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الكبد والقوانص في الصينيه، نسيبها على النار لحد ما تتشوح ولونها يبتدي ان هو يغير. نحط بقى ساعتها التوابل بتاعتنا زي ما انتوا شايفين لونها غير اهو ومسكت نفسها شويه. بنسيبها، ما بنحطش اي توابل خالص دلوقتي لحد ما تمسك نفسها. تمام. هنعمل دلوقتي الصلصه لحد ما الكبد والقوانص تتسبك مع نفسها، وبعد كده نحط التوابل ودبس الرمان. زي ما انتوا شايفين كده انا كان عندي طماطم في الفريزر، حطيتها في ميه سخنه على النار، شويه ميه سخنه، واول ما ابتدت ان هي تفك شلتها حطيتها في طبق وشلت القشره بتاعتها. انا طبعا كنت شاويه فلفل رومي وفلفل الوان احمر واصفر وجزر وبصلايه، كنت شوياهم تحت الشوايه، وحطيت كله دلوقتي مع بعض وهنضربه. زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا ضربت الصوص المشوي بتاع المكرونه، ريحته حلوه جدا. بعد ما ضربتها انا لسه ما حطيتهاش، حطيت شويه زيت ومعلقه ثوم صغيره زي ما انتوا شايفين كده، معلقه ثوم صغيره. بفضل اقلب كده، بعد كده احط عليها معلقه صغيره من الكزبره الناشفه واقعد اقلب. بعد كده نحط شويه خل، هنحط دلوقتي شويه خل صغيرين يعني مش كتار، نقعد نقلب كده. بعد كده نحط الصوص بتاعنا. انا دلوقتي حطيت واحده مرقه اللي هي بتاعه الخضروات اهي، ماجي بس مرقه خضروات مكتوب عليها مرقه خضروات. احط واحده في الحله هنا، بعد كده اصب التتبيله بتاعتي بتاعه المكرونه اللي هي الصلصه بالصوص المشوي بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الصوص
اللي هي التتبيله المشويه بالطماطم مع الخل والكزبره وشويه الزيت. هنعلي عليه. محطيتش اي حاجه خالص دلوقتي، ولا احط ملح غير لما تتسبك مع نفسها. ابتدي ان انا احط ملح. هحط دلوقتي نص معلقه من دي، نص معلقه من البصل البودر والثوم البودر، ونص معلقه من الكمون، وربع معلقه بهارات، وربع معلقه حبهان مطحون. دلوقتي احنا حطينا معلقه بابريكا، معلقه صغيره، وهنا في صوص الباربيكيو. هحط دلوقتي في مقام مثلا معلقه كبيره، ما عندكيش مش لازم، ما تكلفيش نفسك، بس انا بتكلم عشان خاطر الطعم. حطيت مع نص معلقه صغيره فلفل اسود زي ما انتوا شايفين كده. هقفل عليها واسيبها تتسبك مع نفسها. ريحتها تحفه. ما تحطوش ملح غير في الاخر خالص عشان المرقه اللي احنا حاطينها. نقفل عليها ونشوف الكبد والقوانص. ده شكل الكبد والقوانص معانا. انا دلوقتي حطيت معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، بس ده كله معلقه صغيره، نص معلقه بهارات، نص معلقه حبهان مطحون، معلقه بصل بودر وثوم بودر. نقلبهم هما الاتنين مع بعض ونحطهم، نص معلقه بهارات. وهنحط دلوقتي دبس الرمان زي ما انتوا شايفين اهو. هنقلب كويس، هنقلب كويس ونسيبها تتسبك مع بعض. زي ما انتوا شايفين معانا، انا بعد ما حطيت دبس الرمان طعمه وريحته تحفه، حطيت يعني نص معلقه صغيره ملح عشان خاطر ما تبقاش مملحه قوي، وحطيت ربع كوبايه ميه. ودي الصينيه بتاعتنا النهارده، كبد والقوانص بدبس الرمان. ولو عندك اجنحه ممكن تحطيها، عندك اللي هي الزور بتاع الفراخ، ساعات الفرارجي بيحطها مع الكبد والقوانص، ممكن تحطيها معاها. دي صينيه النهارده بتاعت الكبد والقوانص بدبس الرمان. ودي الصلصه بتاعتنا بالصوص المشوي زي ما انتوا شايفين اهو. كل الحاجه اللي انا ضرباها، ريحه الصلصه وطعمها لا يعلى عليها، حاجه جديده جدا، وريحه وطعم حلو. يا ريت تجربوها. الطبق بتاعنا بتاع المكرونه الاسباجيتي، بنحط المكرونه بيضه وبنحط عليها الصوص من فوق. والطبق بتاع الكبد والقوانص بدبس الرمان هو ده شكلها. غيروا لاولادكم في الاكل علشان خاطر يحبوه. والكبد والقوانص على فكره مفيده جدا للكبار والصغار، فيا ريت تجربوها بشكل مختلف. يا ريت بقى اشوف تعليقاتكم وتعملوا لي لايكات كتير، واي حد عنده تعليقات في اي حاجه ممكن يكتب لي على الصفحه بتاعتي وانا هرد عليه. يا رب اكل يعجبكم، وان شاء الله دايما كده في كل حاجه مع بعض، ودايما في الخير مع بعض.